السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعين قناة يوميات كوثر، مرحبا بكم في فيديو جديد بوصفة جديدة إن شاء الله. نتمنى من الله تنال إعجابكم بمناسبة درنا زعما هاد الوصفة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. من هذا المنبر نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الذكرى ذكرى السلام على قلوبنا، وأن يملأ حياتنا بالمن والبركات، وأن يجعل قلبنا عامرا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وبأخلاقه، وأن نكون قدوة له يا رب العالمين. إن شاء الله نبدأ بالمقادير ديال هذه الرفيسة المغربية التقليدية. أنا حاولت نختصر على المختصر المفيد باش ما تكونش عبء على الناس اللي ما عندهمش القوام، لان الرفيسه بطبيعه الحال تحتاج بزاف ديال القوام، ولكن بهذه الطريقه باش درتها غير تبعوا الوصفه ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تعجبكم على ضمانتي. جربوها وردوا عليا الخبر. انا حاولت نصور غير بعض المقتطفات لانه الرفيسه المغربيه جميع الامهات كيعرفوها، جميع حتى البنيتات ديالهم تبارك الله كيعرفوها، لانها اكله تقليديه لا تخفى على احد. بسم الله على بركه الله. انا هنايا اقتصرت على تقريبا كيلو ديال الدقيق فرص، ماشي فرص سبيسيال، انا خدمت غير بالدقيق العادي، الفرص العادي ديال الخنشه الكبيره، وقبيصه ديال الملح فقط. هادشي علاش اختصرت. والماء دافئ، الماء يكون ماشي سخون وماشي سخون زعما، وما يكونش بارد، المهم ماء عادي جدا. انا استخدمت هنايا العجانه، نتوما بامكانكم غير الانسان اللي الناس اللي متوفرش عندهم العجانه يعجنوها في واحد البول، غير تتجمع ويديروها في بلاستيكه، هي غادي تعجن راسها براسها، يخليوها واحد المده طويله تقريبا ما يناهز الساعه ولا جوج سوايع. الا خليتيها غير نص ساعه راه غادي كطاوع راسها وكتطلق. انا هنا استخدمت العجانه نظرا لضيق الوقت، لانه درناها في اخر لحظه. قلنا علاش لا، ما بسبب هاد الذكرى تكون نيت جميعه عائليه نفرحوا بها ونحيوا بها هاد الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا ماشي كنحتفلوا بها، وانما كنحيوا بها الاخلاق ديالنا، وكان الحمد لله بان احنا مسلمين هكذا فقط. هنايا هذا هو هادشي فقط اللي احتاجيت في التريد ديال الرفيسه ديالي. هنايا غادي ندوز، حنايا درنا الدجاجه كلها، اللي ما متوفرش ليه الدجاجه يدير غير الطراف اللي موجودين عنده. حنايا درنا غير الدجاجه عاديه، غسلتها نقيتها مزيان بالسكنجبير والملحه والخل، واستقطرتها في التوابل كيف ما كتشوفوا معايا، توابل عاديه متوفره في جميع المنازل. درت انا معلقه سكنجبير، معلقه ديال السكنجبير الخرقوم البلدي، معلقه ديال المليحه، نص معلقه ديال البزار، وزدت واحد دامتي ديال السمن، دامتي ديال السمن باش تعطيني ديك البنه. ما نتوفرش عندنا السمن البلدي، درت دامتي ديال السمن حتى تبارك الله كتجي زوينه، كتعطي ديك النسيمه زوينه في الرفيسه ديالنا. يعني كتحسي كتاكلي بشي حاجه، كتحسي كتاكلي شي حاجه تقليديه عريقه. هنايا دوزت الدجاجه ديالي في هاد العطريه هذه مع واحد الربيطه ديال القزبور، ضفت عليهم جوج بصلات مشلضين فقط. هادشي اللي غادي ندير انايا. راه قبل كنت رقدت زلافه ديال العدس، رقدت زلافه ديال الحمص، ورقدت جوج معالق ديال الحلبه، درتهم غسلتهم نقيتهم، درتهم في واحد البول كل حاجه بوحدها، ودرت عليهم الماء السخون وخليتهم باش يتنفخوا. غادي نرد انا هنا زدت الزيت لوسيور، غادي نرد هاد القويميله ديالي تشحر مزيان. ملي غادي تشحر غادي نزيد عليها الماء يكون سخون. انا خليت هنا الدجاجه ديالي تقربت الطيب، درت نص طيبه، وزدت عليها زدت عليها داك العدس اللي كان عندي مرقد، ودوك جوج معالق ديال الحلبه. انا الحلبه فضلت نطيبها، الا الناس اللي ما كانتش كتعجبهم الحلبه تكون طايبه مع الدجاج، انا كتعجبنا، حنا كاملين كتعجبنا. اللي ما كيعجبوش يديرها في واحد الكاسرون ويزيد عليها المريقه ديال الدجاج. بالنسبه للحمص كنت طيبته في الكوكوط حتى طاب مزيان، عاد زدتو على ديك المريقه ديال الدجاج. كيف ما قلت لكم انا صورت غير بعض المقتطفات فقط، ما صورتش كلشي، غير حنا بغينا غير نحيوا الذكرى وصافي، وقلت لا ما نشاركهاش معكم. بالنسبه الدجاجه ملي طابت خرجتها درتها في الاي فراير باش تحمر. نتوما الا كنتو بغيتو ديروها في الاي فراير تقدروا ديروها غير في الفران، دهنتها بشويه ديال الزبده ودخلتها دخلتها الاي فراير تحمر. اللي ما عندوش الاي فراير يدير غير الفران، ولا تقدري تخليها هكاك نيت ودي فيها نيشان هكاك على في التبصيل ديالك، ديرها في التبصيل ديالك. بالنسبه للتريد
التريد قطعته كويرات صغيورين، كل كويره كنسرحها كنطيبها كنقلبها كنسرح فوق منها وحده اخرى كنقلبها كنسرح فوق منها وحده اخرى. الا كنتو بغيتو الطريقه بالضبط كيف ما هي ماشي مشكل قولوها لي نعاود نصور معكم، واخا غير تريد بوحدو بطريقه واحده اخرى. المهم بالنسبه للمريقه كتجي واعره. نسيت ما قلت لكمش راه ضفت فيها حتى الثومه، ديك البصله الوقيته اللي ضفت الثومه ما صورتهاش. هادشي كيف ما قلت لكم انا كنصور معكم غير بعض المقتطفات فقط. هنايا انايا قلت لا علاش لا ما نزيدش ليها البصله معسله، حنايا كتعجبنا البصله معسله بالزبيب. قلت لا التفايه بمعنى اخر، قلت لا علاش ما نزيدهاش معكم. بالنسبه للتفايه راه كنحتاجو 2 بصلات، معلقه ديال الخرقوم، عفوا معلقه ديال القرفه، الزبيب اللي ديجا منفوخ، اللي ديجا درناه في الماء غسلناه وخليناه يترقد، وقبيصه ديال الملح و2 معالق ديال السكر ولا 2 معالق ديال العسل، وخليوها طيب على خاطرها. نقصوا ليها وخليوها كل مره حركوها. هذه هي الرفيسه ديالنا. حاولت نزينها بالكتب الله تمرت معمرين بالكركاع وبيضات مسلوقين. هادشي اللي قدر الله وهادشي اللي كتب لنا الله. نتمنى من الله تجربوها لينا اعجابكم. الا كنتو بغيتو فيديو مفصل ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا بكم.